نقولوا بالنسبة للإسلام، الإسلام تعاليم من أعظم تعاليم الإسلام هي أركان الإسلام، والركن الأول وهو النطق بالشهادتين. هو الحمد لله عرف الإسلام ومدخل الإسلام، لكن التشهير بالإسلام هذا واجب من الناحية الشرعية عندنا حنايا، كأنك فرنسي الناس تعرف وتتأسى بك إن شاء الله يا رب العالمين، ونشهدوا لك حنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنتم شهداء الله في أرضه. حنايا نشهدوا عند خاوتنا، وانت ان شاء الله راك خونا من اليوم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى باعلانك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لازم الشيخ سليم bien sûr, et vous a dit que vous êtes notre frère bien sûr. Tous les musulmans c'est des frères. Ce qu'il dit la ilaha illa Muhammad Rasulullah c'est notre frère bien sûr. يشهدوا عليك حنا في اليوم يدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببارك الله.